أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، إلى هناك إلى الجزائر مرة ثانية. وهناك كان حديث عن انتصار الجزائر على شغب الملاعب، احتفالية كبرى بمرور عامين دون إشعال شمروخ واحد في الملاعب الجزائرية، بعد واقعة إيبوسي الشهيرة اللاعب الكاميروني الذي قضى نحبه في الملعب إثر شمروخ أصابه أو مواد حارقة. منذ هذا التاريخ قامت الجزائر، وهنا الزميل علاء عزت رئيس تحرير البرنامج مع والي سطيف الذي كان يستضيف احتفالية كبرى، يسلمه قميص من الكابتن محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الذي كان مدعوا للمشاركة في هذه الندوة، لكنه اعتذر وبالتالي أهدى قميصه إلى شهداء الجزائر، شهداء سطيف التي قدمت من بين 1.5 مليون شهيد جزائري، قدمت سطيف وحدها مدينة الهضاب 45,000 شهيد. عموما كان لهذا القميص وقع طيب وأثر طيب هناك. الكل حوالي 100 إعلامي جزائري وعربي شاركوا في هذه الندوة، كان منهم الزميل علاء عزت رئيس تحرير البرنامج الذي مثل ملاعب العرب في هذا اللقاء، وبالتالي شارك وحضر واستمع إلى التجربة الجزائرية التي قال عنها الجميع أن منذ أزمة مباراة أم درمان التي جمعت المنتخبين الشقيقين المصري والجزائري وهم هناك يبحثون عن سبب للقضاء على ظاهرة الشغب. كمان كما ذكرت لحضراتكم إيبوسي صدر في 23 من يوليو عام 2013 بمرسوم رئاسي قانون شغب الملاعب أو مواجهة شغب الملاعب، ومنذ ذلك التاريخ والعقوبات كما يلي: شغب الملاعب في الجزائر عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لمن يتم ضبطه داخل المدرجات حاملا للسلاح أو في حالة سكر، السجن 2 عام لمن يثير أو يحرض على الشغب خارج الملاعب أو من يشعلون الشماريخ داخل المدرجات، السجن 5 سنوات لمن يردد هتافات عدائية ذات الطابع العنصري أو الديني، وكذا إهانة السلام الوطني وعلم أي دولة ضيفة على الجزائر، والسجن لمدة 1 عام لمن يتورط في بيع تذاكر مزورة، إضافة إلى عقوبات مالية كبيرة. القانون لم يطبق بين ليلة وضحاها. قامت الجهة المسؤولة عن الشباب والرياضة والأندية بتنظيم العديد من الندوات والتواصل مع الشباب والمشجعين في الجزائر كلها من أقصاها إلى أقصاها لمدة 8 أشهر، إلى أن انطلق الجميع لتطبيق القانون، وقبلت كل هذه الجهات والروابط التعامل مع